السلام عليكم. معكم أشرف بوعلي، ممثل مغربي ورئيس فرقة بلاد جلالة. لهذا الحضور ديالي اليوم لجنازة السي عبد الرحمن برادي رحمه الله. هذاك السيد ملي لا ما غندويو عليه حنايا، غيدوي عليه التاريخ ديال الأهرامات. يعني كان مع الناس اللي كنا كنعرفوهم من قبل، يعني مع السي عبد القادر موطا، الناس اللي في الوفاة، كاين اللي باقي في الحياة بحال السي محمد. المهم هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم انا بالنسبه ليا. السي برادي عمرك ما تسمع منه كلمه العيب، عمرك ما تسمع منه كلمه العار. اي حاجه يقول لك انا معاك ولدي، فاش ما بغيتي نعاونك كذا كذا. هو باش كيعجبك فمو ديما زوين، ماشي شي واحد اللي من العداوه الفين ولا. ثاني حاجه خلاصه القول غير المهرجان اللي كنطلقوا الى اخره. كان سمعت الاشاعه ديال الضوء الانعاش. انا ساكنه كنسكن هنايا، جيت اكتشفت واش بصح ولا لا. انا حتى كنشوف غيمو، اما ما نكذبش مواقع التواصل الاجتماعي ما بقيتش كنثيق بهم، وكنثيق بسياده الصحافه الالكترونيه تابعكم اللي كنشكروها على هذا الشيء. ما كرهتش تكون قد ما كنعيشوا حنا فنانه في هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي ديال الجرائد الالكترونيه ديالكم، غنكون احسن من التواصل ديال الاشاعه. انا جيت غيمو لقيتو، بدينا كنزوروه مع اصل المرض ديالي. انا الصراحه هذاك الانسان انا ما نقول ليه غير الله يرحمك والله يجدد عليك الرحمات، ما خديتيش حقك وحقك عند الله. وكان كيعيش في الصمت، وديما المعاناه ديالو في الصمت، عمره ما كيشكي ولا يقول لك عاونوني ولا شي حاجه. هذا ما كان. انا بالنسبه لي ما نقول لك الله يرحمك والله يجدد لك الرحمات، وكاع داكشي اللي كنتي كدير من الاهرامات يعني الاعمال ديالك وهذا كلشي غيبقى يدوي عليك، كلشي غيبقى يذكر التاريخ ديالك. وكنتمنى من الجمهور يدعو معاه بالرحمه والمغفره. وانا ما نكذبش لك والله ما بقيت قدرت ما عرفت ما نقول مع الناس في المرض ديالي ومعاناه الفنان اللي عشنا معاه بعدا. ولو كان حسي الشرف مع كندير الاخراج، يعني يكون معايا واحد الاعمال كان دار لي اي حاجه بغيتها، ولكن قدر الله. الموت راه اليوم كنكون صحا خدام ولا نوبه. كلمه الرساله الاخيره انا كنقول الجميع الجهات المعنيه والوزاره الثقافه كلشي، انا ماشي كنظلم ولا شي حاجه. انا كنقول اول حاجه ما تبقاوش تيقوا بالانسان الاعداء، حيت هذه واقعه وقعت ماشي مره ماشي جوج، بلا ما نذكرش اسماء اخرين. شنو السبب اللي وقع؟ وهو كانت بحال مثلا انا سقط الاخبار وكنعرف شي واحد من المسؤولين كنقول انا واش فلان راه في خطا ولا مسكين بدا كيمرض ولا مثلا تعدك مع حساب كتقول لي نو راه كيكذب عليك، ما كاين والو، السيد راه صحيح بصح. يعني باش ما بقيتش كتلقاو الجهات المعنيه سواء وزاره الثقافه اي واحد ولا النقابات ما بقاوش كيجيو هما اللي يكتشفوا هذاك المريض بسبب التخلويط. كون كان باقي من الجرائد كاع جميع الجرائد الالكترونيه في المغرب كنتمناو يعاونونا في هذا الشيء ديال على الاقل على الامراض ديال الفنانه. والله ثقي بيا اختي، الا واحد يلاه مرض ونعطيو خبر نعيط غادي يجيو يكتشفوا، غادي يوصل كاع المسؤولين كلهم هما قبل ما يجيو الفنانه اللي معاه. هادشي اللي كان بكري. دابا نو، دابا وليتي بحال اللي كتقول المجتمع المدني ديال الفنانه هما اللي كيجيو، وربما الله اعلم انا ما نظلمش، قرب كيبغيو هما يبانوا باش يقولوا حكا المسؤولين راه ما داروا والو. انا ما نقدرش نتهم. شوف الله عندك شي تخلويط كيفاش. انا ما خصني ناكد تنكون فغيمون داخل معاه في شي حاجه ولا عارف واش يبان. ما داكشي ديال قال وقال، انا كنسمع اذاعه القنوف. انا خلاصه القول وهذا الشيء حديثنا طويل وكاين شي لقاء ان شاء الله. انا ما نقول خلاصه القول. اخر مره كان اللقاء ديالي معاه في الحفل ديال سميتو دار الشباب والمركب الثقافي ديال بلمسيك، الحفل الاخير، حيت مورا كورونا تلاقينا عده مرات، ولكن اخر قبل شي يقول شي ما كانش 15 يوم 10 ايام سقط الخبر بان الضوء الانعاش. يعني هذيك ال 15 يوم او 10 ايام هي فين غبنا بعضياتنا باش داكشي اللي قلت ما تيقش. يعني كان معايا حتى كنسمعوا في انعاش، ولكن ما نقولها الله يرحمه. وكما قالت الانسان فاش كتكثر قوه الهضره التافهه ما كنتيقوش. واش كتمشي تكتشف راه حتى ايمان التسونامي الله يرحمه، انا حتى هي نيت في دار السلام انا ما كنتش ساق الاخبار، ولكن واحد السيد اللي مقابلها وكيعاونها يعني من نقابات الفنانين، يعني نذكر مثلا من السي ايوب الترابي ولا التازي. انا عيطت لك قلت له ودي كنثيق بكم، واش بصح فنانه ايمان مسكينه اختي راه واقع لا ولا راه مسكين في خطر. صافي مشيت. ولهذا نقول الله يرحمهم، وتحيه جميع الجهات الالكترونيه. و لاله مولاتي كنحييكم،
والساعه مباركه، الله يرحم الجميع. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.